بنبدأ بدينجي وبارو هما بيتخانقوا على تفاحة في غرفة في المستشفى اللي موجود فيها أكاي. المهم بيبطلوا لما بيشوفوا أكاي صحي وقاعد على سريره كل لسه في وضع الصدمة من اللي حصل، وبيسألهم هو في حد لسه عايش من زملائنا في القسم. بيرد دينجي بكل برود وبيقوله ان كوبيني لسه عايشة وفي واحد تاني بس استقال. بعدين دينجي بيسيب له تفاحة وبيمشي هو وبارو، وأكاي بيمسك سيفه وبينادي على شيطانة اللعنة وبيسألها عن العمر المتبقي له. بتقوله فاضله سنتين بس ويموت. المهم بيحاول يشرب سيجارته بس بيفتكر هامينو بيقعد يبكي بحسرة، فدينجي بيحس بيه وهو بيبكي وبيقول لنفسه هو مش قادر حتى يزعل على حد وانه فقد كل الاحساس. اخر مرة زعل فيها كان على الكلب بتاعه لما مات. المهم بيجي كروسي وتندو بيخبطوا وبيدخلوا على أكاي وبيقولوا له ان ماكينة بعتتهم علشان التدريب وانه هينتقل للقسم الخاص، يحذروه من القسم الخاص عشان الناس اللي موجودة هنا مجانين ومتهورين. بعدين كروسي بيقول له ما تستقيل احسن، ايه اللي جبرك على الهم ده؟ أكاي بيقول له والشياطين اللي قتلت اهلي وقتلت هامينو لسه عايش. قولوا له انه لازم يتعاقد مع شيطانة اقوى من الشياطين اللي كان متعاقد عليها من ان يقدر يكمل طريقه في الجحيم ده. المهم بيستأذنوا منه وبيمشوا، وفجأة بتظهر بنت مجهولة تخدم أكاي من رؤيتها. بعدين بنشوف دينجي وبارو مع ماكيمو وهي واخداهم عند صياد شياطين مجنون فعنده مهارات جنونية، فبيسألهم كذا سؤال تكون اجابتهم منتهى الانانية وعلى حسب المصلحة بتاعتهم هتكون فين. بيردوا بيقول لهم انتوا كده نجحتوا في الاختيار ويلا هنبدأ دلوقتي. سيبهم ماكيمو وبتمشي واللي بيمسكهم هما الاتنين لحد ما بيكسر اعناقهم، طلع كيس دم وبيسقي كل واحد فيهم شويه دم وبيقول لهم انتوا بتتاثروا زي البشر عادي، بشرب الدم بتستعيدوا قوتكم. المهم بورو بتدي لدينجي مطرقه من الدم وبيحاول يهجم عليه بس بيطعنوا بسرعه كبيره. حاول بورو نص السرعه بيذبحها وبيبقى هما الاتنين على الارض. مرور الوقت وبيمشوا عشان هو كان بيستخدمهم زي الدمى، عمل فيهم اللي هو عايزه، وبعد ما بيسقيهم الدم بيصحوا تاني. بس بورو ودينجي بيقرروا يعملوا خطة علشان يهزموه. طالما هو سكير اكيد عقله مش هيكون موجود. وكان يوم لما بيروح لهم المكان اللي هم ساكنين بيخبط عليهم وبارو بتهجم عليه برمح من الدماء ولسه هيسيبه وهو بياخد حذره. مجهزه قارورات دم وبذلها كرماح بس هو حركاته سريعه وبيقدر يتفاداها. ودينجي بيحاول يهجم عليه بس برضه ما بينجح. بيقول له انا بشرب خمر كتير بس بستخدم عقلي برضه. دينجي خلاص التدريب انتهى، فدينجي لسه بيكمل بارو وبيقول لها انتهى التدريب، وبنلاقي الصياد رمى عليه سكين دخلت في دماغه. بيقول له ما تصدقش صياد شياطين ابدا. الجانب التاني بنشوف أكاي وكروسي وتندو في مكان كبير وبيكون عباره عن سجن شياطين. يسألوا كروسي مين السيدة اللي جات لك دي لما مشينا؟ بيقول لهم دي اخت هامينو الصغرى، كانت جايبه لي رساله سابتها هامينو قبل ما تموت. المهم بيقول لأكاي حاول تتعاقد مع شيطان المستقبل، فاوض معاه علشان اخر واحد فكر يتفاوض معاه كان عايز ياخد عينيه، واصل معاه الحل وسط. بيفتحوا الزنزانه وبيدخل أكاي وبيقفل عليه مع شيطان المستقبل، وبتنتهي لحد هنا الحلقه. عايزه رايكم في التعليقات، وسلام.